السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا كلها. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ بشكر كل أخ وأخت اشتركوا في قناتي ونوروني ودعموني. بصراحة ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلب، ما نحرمش منكم أبدا يا رب. وربنا يبلغنا رمضان يا رب واحنا في أتم صحة وأحسن حال. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هتعملي ايه النهاردة يا ماما فوفا؟ هعمل حمص الشام. معايا ربع كيلو حمص انا نقعاه من امبارح، زي دلوقتي يعني 24 ساعة لازم تنقعيه في مية دافية كده وتسيبيه منقوع وتغيري المية. شايفة المية بتاعته جميلة ازاي؟ معانا عصير الطماطم، انا ضربت الطماطم في الخلاط. معانا ايه؟ معانا بصلاية، 3 فصوص توم، معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة بابريكا مدخنة، معلقة سكر علشان التسوية وما يعملش حموضة الطماطم، ما تعملناش ايه حموضة. الملح ده يا حبايب قلب انا هحطه في الاخر خالص. انا بقى هحط البصلايه بتاعتي والثوم، هحطه في الخلاط واضربهم واحط ده في الحله وارجع لكم. وحطيت حله على البوتاجاز يا حبايبي، وادي عصير الطماطم بتاعنا بالبصل بالثوم. كل واحد يا حبايبي له طريقه، يعني كل واحد له طريقه، الطريقه اللي تعجبك اعمليها. اهو يا حبايب قلبي ضفنا كل الحاجات دي وهنسيبه بقى يغلي ونوطي عليه براحته، واما يستوي ارجع لكم. تقلبي المكونات كده في بعضها يا حبيبتي اهو، يغلي ووطي عليه خالص زي الفول المدمس بالظبط. هياخد غلوه، ولو حب ميه تزودي له ميه سخنه. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي، وادي حمص الشام بتاعنا الجميل خلاص استوى. هنحط ايه بقى؟ الملح، الملح حسب الرغبه والشطه كمان. وادي ايه؟ الليمون معانا اهو يا حبايب قلبي. هنقلبه بقى الملح ياخد غلوة كده مع الملح عشان يبقى طعمه حلو والشطة، واغرفه يا حبايب قلبي وارجع لكم. رجعت لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما غرفت حمص الشام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طعمه جميل واحلى من اللي بره. ايه رأيكم بقى في الاجواء الجميلة اللي ماما فوفا عاملاها لكم دي؟ ايه رأيكم؟ قولوا لي ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي. يلا يا حبايب قلبي ادخلوا على قناتي منوعات ماما فوفا وشوفوا ماما فوفا عملت احلى حمص شام على طريقة ماما فوفا. يلا يا حبايب قلبي، اللايك الجميل والاشتراك في قناتي وكومنت حلو منكم كده. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.